أنا كنت قاعد باشرب قهوة مع عم فهيم، لقيته بيقول لي: تعرف تخلي الديك يبيض زي الفرخة؟ قلت له: هو ده كلام يدخل العقل برضه يا عم فهيم؟ طيب قول لي أعملها إزاي؟ قال لي: كان زمان في ديك كل يوم الفجر بيصيح بصوت عالي تسمعه البلد كلها، وفي يوم صاحب قال له: اسمع يا ديك، إياك والصياح في الصباح تاني بصوت عالي بدءا من اليوم، وإلا هنتف ريشك. خاف الديك وقال مع نفسه: أنا لازم أسمع الكلام، ما هو برضه الضرورات تبيح المحظورات، ومن الحكمة إني أنحني قليلا للعاصفة علشان تمر حفاظا على نفسي، وفي كل الأحوال في ديوك غيري هتصيح وتصح الناس. مرت الأيام والديك على هذا الحال، وبعد فترة صاحب الديك جابه مرة تانية وقال له: اسمع يا ديك، انت لازم تقاقي زي الفراخ، ولو ما عملتش كده هاذبحك. فكر الديك في كلام صاحبه وقال: وإيه المشكلة لما أسمع الكلام وأقاقي زي الفراخ؟ ما هو برضه الضرورات تبيح المحظورات، ومن الحكمة إني أتنازل وأنحني قليلا حتى تمر حفاظا عن حياتي. تمر الأيام ويتحول الديك لفرخة بصوت واطي ونسي إنه ديك، وبعد كام شهر جاله صاحبه وقال له: اسمع يا ديك، أنا عايزك تبيض زي الفرخة، ولو ما عملتش كده هاذبحك بكرة. وبعد ما صاحبه خلص كلامه بكى الديك وقال: يا ريتني مت وأنا بصيح وما سمحتش إن الوضع يوصل لكده. عم فهيم قال لي: ها، وصلت الرسالة؟ ينفع الديك يبيض زي الفرخة ولا لأ؟ قلت له: وصلت يا عم فهيم. الإنسان مننا لما يتخلى عن كرامته خوفا من الموت، لما يجعل من نفسه دودة بتمشي على الأرض بدون مبادئ أو عزة نفس، ما يزعلش لما يتداس عليه بالأقدام ويتفعص زي النملة. فكر فيها.